اتكلمنا قبل كده على الكلين جيرل وازاي تبقي كلين جيرل من غير مجهود حرفيا، والفيديو ده كسر الدنيا بجد. فالنهارده بقى جايه اقولك نفس الطريقه ونفس الاسلوب عشان ازاي تبقي عندك feminine energy، او ازاي تطلعي طاقه الانوثه اللي عندك. اول حاجه عايزه اقولها لك ان اي بنوته واي ست في الدنيا كلها عندها feminine energy، بس مش بتعرف ان هي تطلعها، محتاجه حاجة تزقها أو محتاجة حد يعرفها إن طب ما يلا. فالفيديو ده جاي أقولك ازاي تطلعيها أو ازاي تبقى عندك طاقة أنثوية جذابة من غير أي مجهود ومن غير أي تعب ولا أي حاجة من الحاجات دي. فعايزة أقولك اللي أنا منى، وده فيديو جديد النهاردة. في حاجات بسيطة جدا لو انت ركزت فيها ممكن تخليكي أنثوية وجذابة من غير ما تعملي أي مجهود. والأنوثة مش شكل بس، ولا حتى اللبس ولا الميك اب ولا أي حاجة في الدنيا، ولا عمليات التجميل ولا الكلام ده. الأنوثة أسلوب، طريقة كلام، طاقة بتطلع منك. مش هقولك اعملي بقى البسي واعملي شعرك مش عارف ايه وحطي برفيوم ايه، لأ. هقولك على الحاجات اللي واضحة جدا تخليكي تبقى feminine وsoft في حياتك اليومية. بمعنى عايزاكي مثلا كده تبصي في بنات معينة، لو بصيتي عليها او شفتي طريقة كلامها هتلاقيها بجد رائعة، اللي هو انت عايزة تسمعيها وعايزة تبص عليها، مش عشان شكلها حلو ولا علشان ريحتها حلوة. هي طبعا الحاجات دي مهمة، دي أساسية لو في أي بنوتة، إنك يكون شكلك حلو ومرتب ومهندم، وتكون ريحتك حلوة وشعرك متسرح أو حجابك نظيف. ولكن لا، مش هتبصي على كل الكلام ده، انت هتبصي على طريقة كلامها، هتحسيها عندها طاقة رهيبة كده حواليها، مش بتتدلع ومش بتتمايز في الكلام، ولا لا، هي في حاجة كده حواليها رهيبة. بس هي دي طاقة الأنوثة أو الجاذبية بتاعت. مش كل حاجة محتاجة سرعة، طريقة مشيتك، كلامك، ردودك، كل ما تكوني أهدى كل ما بيدي إحساس أنثوي أكتر. مش معنى كده إنك تبقي بطيئة أو تقيلة، لأ، تبقي واعية بحركتك، عارفة إمتى تمشي، إمتى تسرعي، إمتى تبطئي. كلامك يبقى بطيء ومفهوم، مش بطيء اللي هو يا باي على رخامتها دي تلمة أوي في الكلام، لأ. تكوني بتتكلمي بهدوء، كلامك يبقى طالع مظبوط، مش عمالة تهبلي كده وخلاص محدش فاهم انت بتقولي ايه. خلي صوتك دايما هادي. عايزة اقولك ان مهما كنت شايفة ان هو لازم اعلي صوتي عشان الناس تسمعني ومش عارف ايه، عايزة اقولك ان مهما عملتي الصوت العالي مش حلو ومش جميل والناس بتتضايق منه. خلي ضحكتك تكون هادية، مش تضحكي بصوت عالي وتكهكهي وتعملي حركات، لأ خالص خالص. كل ما كلامك هيبقى هادي وواضح بيخلي اللي قدامك يركز معاكي اكتر، لدرجة ان لو في حد تاني بيتكلم وانت اتكلمتي الكل هيوقف علشان يسمعك، عشان عارف انك طريقتك حلوة في الكلام، او انك فعلا بتعملي حاجة كويسة او بتقولي كلام كويس. فلا، احنا عايزين نسكت علشان نسمع فلانة دي وهي بتتكلم. تالت حاجة، مش لازم تردي على كل حاجة بتتقالك. من أهم صفات البنت الأنثوية أو اللي عندها طاقة أنثوية إنها مش بتدخل كل نقاش علشان تكسبه. مش كل ما حد يفتح معاكي موضوع بقى وعايزين تتخانقوا وتوصلوا لوجهات نظر لازم إنك تكسبي، لأ. في حاجات الأفضل فيها إنك تسكتي، مش ضعف ولكن راحة ليكي، راحة لنفسيتك ولدماغك ولعقلك، إنك مش لازم تستنزفي طاقتك في حاجات ملهاش أي لازمة. رابع حاجة انك تهتم بنفسك حتى لو بأبسط شكل، زي ما اتكلمنا على ازاي الكلين جيرل او ازاي تبقى كلين جيرل، ده نفس النظام. حاجات بسيطة جدا. طبعا لو انتي بقى عايزة تشوفي الموضوع ده كله هسيب لكم الفيديو هنا، هيظهر لكم قدامكم دلوقتي. ده اللي انتوا محتاجين تعملوه علشان توصلوا للشكل الكلين من غير مجهود ومن غير ما تصرفي كتير ولا تكلفي كتير. حاجات بسيطة جدا وهتلاقيها موجودة عندك، مش هتدفعي كتير. وعلشان تكون نظيفة لازم يكون لبسك نظيف،
ريحتك حلوة، شعرك مترتب، بشرة نظيفة. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في إحساسك بنفسك قبل أي حد تاني. طيب، ليه لازم أنا أعمل الحاجات دي كلها؟ عشان أوصل للثقة بالنفس. لو أنا شكلي مش حلو أو مش متقبلة شكلي، أو مش متقبلة شكل بشرتي أو شعري، إيه اللي هيحصل؟ ثقتي بنفسي هتتهز. طبيعي أي حد هيكلمني هيحس إن أنا ثقتي بنفسي قليلة، فمش هيحب يتكلم معايا، مش هيحب إن هو يسمع مني حاجة، مش هكون ملفتة للناس اللي حواليا إن هم عايزين يسمعوا كلامي، أو مش إن هم عايزين يسمعوا الموضوع بتاعي. طب أنا إزاي أوصل للثقة بالنفس دي؟ اتدربي على الثقة بالنفس بجد. مفيش حاجات هقولها لك أو تسمعيها من أي حد تقولك اعملي 1 2 3 عشان يبقى عندك ثقة بالنفس، لأ. الثقة بالنفس محتاجة تدريب، محتاجة انك تتعلمي ازاي تبقي واقفة وانت فعلا واثقة من نفسك، وانت فعلا واثقة من الكلام اللي انت بتقوليه، انك تبصي في عين اللي بيكلمك، انك تكوني واقفة مظبوطة، مش واقفة تحركي في ايدك وتحركي في عينك وتعملي تلعبي في شعرك او تلعبي في الطرحة او تظبطي هدومك، لا. كل ده محتاج انك تتدربي وتمشي عليه علشان تعرفي توصلي للثقة بالنفس. النقطة اللي بعد كده وهي انك خلي عندك روتين بسيط لنفسك، حتى لو 10 دقايق في اليوم، تقعدي لوحدك تكتبي، تشربي حاجة بتحبيها، تهتمي ببشرتك. اللحظات دي بتخليكي اهدى وانضج، والهدوء ده هو جزء كبير جدا من الانوثة. انك تحسي بانوثتك وتحسي بنفسك، انك بتهتمي بنفسك وبتعملي ماسك لبشرتك وبتلبسي مثلا بيجامة حلوة، بتحطي بادي سبلاش ريحته حلوة، آم، مخمرية، اي حاجة بجد. الحاجات دي فعلا هي اللي هتحسسك انك انثوية كده وجذابة وان انا فعلا عندي طاقة انوثة والحاجات دي. النقطة اللي بعد كده انك مش محتاجة تثبتي نفسك طول الوقت، مش لازم كل مرة تثبتي انك صح، مش لازم توري الناس انت بتعملي ايه، او لازم انك توريهم الحاجات اللي انت بتعمليها علشان يقولوا الله برافو دي بتعمل كذا وكذا وكذا. لا، انت بتعملي اللي عليكي، والناس هي اللي بتبدأ تشوف النجاحات اللي انت بتعمليها او اي حاجة انت بتعمليها، مش انت اللي بتوريهم كده. مش محتاجة تقنعي كل الناس انك واثقة من نفسك، لا. حتى لو سكتي هم عارفين انك واثقة من نفسك، وقد ايه انت لو اتكلمتي فعلا هيحسوا ان في ايه البنت الجامدة التحفة الرائعة دي. البنت الأنثوية لازم تكون ردودها خفيفة، مش كل حاجة تستاهل رد قوي. ساعات الرد البسيط حتى لو ابتسامة بيكون أذكى بكتير من أي رد كبير. في ناس ممكن تستفزك علشان تطلع منك أسلوب وحش أو كلام مش كويس، هنا ده معناه هيبين قد ايه انت بنت راقية وذكية وعندك أنثوية من الردود اللي انت هتقدميها. هل هتهاجمي وتشتمي وتعملي كلام مش كويس، ولا هتبدأي تتقبلي الكلام ده وتسكتي وتبتسمي وتبيني ردود أفعال باردة، بس هي في نفس الوقت ذكية، علشان تثبتي قدامك انك ولا حاجة بتفرق معاكي. وفعلا لازم تكون ان ردودك دي معناها انك فعلا مفيش حاجة فارقة معاكي، مش معنى انك رديتي عليه رد بسيط او ضحكتي او كده فانت من جواكي تفضلي متضايقة وشايلة، لأ. تعاملي بالردود اللي انتي عملتيها. الحاجة اللي بعد كده وهي انك تهتمي بالتفاصيل الصغيرة. التفاصيل هي اللي بتفرق. طريقة مسكتك مثلا للحاجات اللي في ايدك او الشنطة بتاعتك، طريقة ترتيبك لنفسك، ازاي مثلا بتقفي تظبطي شعرك او تظبطي حجابك، بيبقى فيه هرجلة كده ساعات بتحصل، لا ده ممنوع. طريقة جلوسك لما مثلا في تجمع او حاجة هتقعدي ازاي، كل الحاجات دي بتدي احساس كامل ان البنت اللي قدامنا دي فعلا بنت راقية وعندها طاقة انوثة. الحاجة اللي بعد كده وهي خليكي مرتاحة في نفسك، خليكي مرتاحة وخليكي فعلا انت بتعملي الحاجات دي من جواكي، وعلشان هو انت كده مش بتمثلي. مش بقولك بقى الكلام ده كله انك تمثلي قدام الناس انك بتعرفي تعملي الكلام ده، لأ. ده لازم يكون طالع منك انت. لو بتحاولي تباني بطريقة مش شبهك هيبان، لكن لما تبقي مرتاحة الهدوء والثقة بيظهروا لوحدهم. الحاجة اللي بعد كده وهي انك تختاري بيئة مريحة.
المكان والناس بيأثّروا جدًا، لو اللي حواليكِ فيهم ضغط وتوتر وطاقة سلبية هتلاقي نفسِك تلقائيًا مش هادية، فحاولي على قد ما تقدري تكوني في بيئة تريّحِك، لإن طبعًا زي ما أنا قُلت قبل كده في فيديو قبل كده إن البيئة اللي حواليكِ هتأثّر عليكِ كتير جدًا، والبيئة هتبدأ إن هي تشكِّلِك، بس إحنا مش عايزين ده يحصل، إحنا عايزين البيئة تفضل زي ما هي مع نفسها، بس إحنا لينا الجانب بتاعنا اللي إحنا عايشين فيه واللي إحنا بنعمل فيه الحاجات اللي إحنا عايزينها واللي إحنا بنحبها وبنحقق فيه أحلامنا برضه. آخر حاجة بقى عايزة أقولها لِك إن الأنوثة مش إنِّك تبقي مثالية، لكن إنِّك تبقي هادية، مرتاحة، واعية بنفسِك. كل الحاجات دي مش محتاجة مجهود كبير، لكن محتاجة وعي. ابدئي بحاجة واحدة بس وهتحسي بفرق. الأنوثة مش حاجة بتتعمل في يوم، ده أسلوب بيتبنى واحدة واحدة علشان تشكلي شخصيتك وتشكلي كيانك قدام الناس. طيب هل أنا لو مثلا طريقتي كانت فيها هرجلة وصوتي عالي، لبسي مش منظم، هل أنا هعرف أغير الكلام ده والناس هتقتنع بيه؟ أكيد مش من تاني يوم هيقتنعوا ولا تالت يوم ولا أول شهر. محتاجة تعملي glow up لكل حاجة في حياتك ولشكلك ولنظامك ولأسلوبك، واحدة واحدة الناس هتقتنع قد ايه انتي عندك طاقة حلوة وقد ايه فعلا انتي بنت جميلة وراقية. لو الكلام ده فعلا كان مفيد ليكي وحاسة انك فعلا ممكن تطبقيه، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي اشتراك في القناة علشان انزل لكم محتوى اكتر وحاجات مفيدة ليكم. وبس كده، هو ده فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. باي باي.